المغربي. لقاء الذهاب الذي كانت فيه الكثير من التبعات بعدما رفض منتخب نادي نهضة بركان الدخول لأرضية الميدان بحجة القميص الذي كان يحمل الخريطة الوهمية وكانت له تبعات، ليكون قرار الكاف في النهاية احتساب خسارة اتحاد العاصمة على البساط بثلاث أهداف دون مقابل. على الساعة 8 سيكون الموعد مع لقاء الإياب. اتحاد العاصمة إلى حد الساعة حسب آخر الأخبار يقول بأنه قد توجه إلى الملعب لخوض اللقاء، لكن هناك أخبار تقول بأنه لن يدخل إلى أرضية الميدان مثل ما كان عليه الحال، رفضا للقميص المنتخب أو نادي المنافس الذي يحمل الخريطة الوهمية. في نفس الوقط كان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادق توجه إلى لوزان وبالضبط إلى محكمة الطاس لطعن في أو بالتوجه بطعن فيما يخص قرارات الكاف التي لم تكن منصفة وكانت مجحفة في حق اتحاد العاصمة وكرة القدم الجزائرية. هذه النقاط وكلها مشاهدينا الفاضل أسعد كثيرا بأن نقف عندها ومعها بالتحليل والنقاش رفقة أهل الاختصاص. معي على يمين أرحب بجمال مسعودان العضو السابق للرابطة الوطنية لكرة القدم. تحياتنا لك سي جمال، مرحبا. تحية سي خالد، شكرا على الاستضافة، تحياتي للمشاهدين الكرام. تحية أيضا موصولة لياسين معلومي زميلنا وصديقنا الإعلامي، مرحبا. أهلا وسهلا. خالد يعطيك الصحة على الاستضافة. دائما أيضا أرحب بسعيد كناوي، مرحبا أهلا وسهلا بك سعيد. أهلا وسهلا أخي خالد، شكرا على الاستضافة وأهلا وسهلا بأخي جمال وأخي ياسين. طبعا لما نتكلموا عن اخر مستجدات، طبعا منذ لحظات كان وفد اتحاد العاصمه واللاعبون قد توجهوا من الفندق الى الملعب. ياسين معلومي، اتحاد العاصمه لقاء الاياب، هذا اللقاء الذي حمل الكثير من المستجدات بعد قرارات مجحفه من الكاف، هل نستطيع القول انه مهازل الكاف بقيت متواصله؟ والسؤال الذي يطرح الى اين بعدما أصبح السجال بين الأخذ والرد وقرارات أيضا كانت مجحفة في حق اتحاد العاصمة، والكاف بكل هيئاته كان متناقضا في قراراته. خالد، هو أولا توجه نادي اتحاد العاصمة إلى الملعب دليل أنه من المحتمل باش يلعب اللقاء في حال ما أنه نادي النهضة بركان المغربي ما يلعبش بالقميص اللي فيه واسم الخريطة. ولكن مستبعد جدا، نقول لك مستبعد ربما 99% انه اتحاد العاصمه ما راحش يلعب اللقاء، لانه النادي المغربي في كما يقول في الريونيون تكنيك، الاجتماع التقني، كان قدم هو نفس القميص الذي منع من دخول الجزائر. انا نقول لك تحكي على المهازل تاع الكاف، انا ماني قلتها ونقولها دائما ان الاتحاد الافريقي لكره القدم اصبح هيئه مختطفة، اختطفت إلى طرف ما هو يعني بصدد يعني تسيير هذه لها حسب الأهواء تاعو ماشي حسب القوانين، لأنه لما تصبح القوانين تداس امام العالم، مش امام مثلا امام نادي او اتحاديه او فريق او هيئه واحده، امام العالم. اليوم الاتحاد الجزائري لكره القدم وبسرعه راح، انا نظن حتى الاتحاد الجزائري لكره القدم راح متيقن انه يعني المسرحيه ما زالت متواصله. راحوا للمحكمه الرياضيه. ربما نقول لك ربما انها يعني يقول لك في الاستعجالي ربما نقول لك تنصف الاتحاد الجزائري، ولكن لو نجوا للقوانين، انت اسمه، انا سمعت اسمه جمال في اسمه عديد اسمه المرات يقول لك انه يسمى هذه كرة القدم او الرياضه ما فيهاش لا طابع سياسي ولا طابع ديني ولا اي طابع، فيها كرة القدم أو الرياضة. أصبحت مبادئ رياضة كرة القدم، مبادئ اللجنة الأولمبية الدولية، مبادئ اسمه توماس باخ كما يقول لك رئيس يعني اللجنة الأولمبية الدولية، يعني هم باينين خالد، هذو هما القواعد تاع الرياضة وكرة القدم. قبل ما نروحوا للمحكمة التحكيم الرياضية مع ما قام به وليد صادي وأيضا مرافقيه، ما هي السيناريوهات المتوقعة على بعد ساعة من الآن لمباراة الإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان واتحاد العاصمة؟ إذا عدنا للتصريحات اللي قالت مسؤولين اتحاد العاصمة هنا في الجزائر، قولهم أننا لا نلعب إذا كان تقدم نفس القميص أننا لن نلعب. هذا قال أمر مفصول، وأنا بصريح العبارة معهم حق، لأنه لو تلعب سيتادير كو تي تو ديزافو انك رفضت تلعب،
بهذا الخريطة على القميص وتجي من بعد تلعب بها. الطرح ولو انه هناك فوارق. لا 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 لا, لا, لا ما كانش فرق اليوم. ولو انا لا نفهمك في الموضوع. أوكي. ما تقوم به الجامعة المغربية اترافير نهضة بركان يخالف كل القوانين المعترف بها على مستوى الكاف وعلى مستوى الفيفا وعلى مستوى لو كوميتي اولمبيك. كل القوانين مستنبطه من لا شارت اولمبيك. لا شارت اولمبيك الميثاق الاولمبي في بنوده الاولى، ماشي في بنوده الاولى، ينفي هذه الممارسات ذات الطابع السياسي. اوكي. هذا ما يعني انه اذا انت فشلت في الاطار السياسي في القوانات المخولة لذلك لكي تطرح هذه الفكرة تاعك، ما مشاتلكش جيت تطرح فيها في الإطار الرياضي. نعاقب على سي ياسين، نقول له باللي القضية عندما يفهمها باش يفهم الجمهور مليح، عندما تطرح قضية في الاستعجال لابد عليك أن تطرح معها قضية في الموضوع. بيان لا مش يعني فاهم. لا الناس تفهم بالاستعجالي طبعا القضيه راح يقرروا فيها استعجالي. القضيه الاستعجاليه لابد لها ان تتبع بقضيه في الموضوع. القضيه الاستعجاليه المرفوعه انه طلبت لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول ال سيسبون مومونتانيمون لا كومبيتيسيون حتى يفصل في الموضوع. وكان الرد بسر. لا الرد في القبول الشكلي. قبول شكلا قبل مازال الموضوع. الموضوع يقدر ياخذ وقت كبير. يقدر يدي اسبوعين حتى 3 أسابيع. روح لي السيناريوهات المتوقعه في هذه المباراه في لقاء الاياب، ماذا تتوقع؟ باش نكونوا صراحه مع انفسنا ونكونوا صراحه على مستوى الكاف، إذا كان ينتظر انسان انه بكل هيئاته، حتى ونعتبر انه لا كوميسيون ديسيبلينير اللي انديبوندونت بارابور للهيئات، ولكن راح تمشي في نفس الاطار، ومعناتها راح تثبت خساره وربما راح تزيد عقوبات للاتحاد العاصمه. واذا ما لعبتش انا نقول باللي اتحاد العاصمه ما عندوش بكل صراحة طبقا للقوانين المعمول بها على مستوى الكاف وباسم القرارات اللي اتخذوها وباسم لأنه اليوم خرجت نهضة بركان من الموضوع. نهضة بركان إذا كان أي كان يتحامل عليها يقول أنا خاطي، أنا قدمت تريكو لا كونفيدراسيون افريكان لا كوميسيون دو كومبيتيسيون انا عطاتني التركاوات. هذا الشيء اللي راح تفكر فيه ما بين قوسين سي خالد، حتى الطاس المحكمة الرياضية راح تنظر في الموضوع من هذا الباب. انكم واش راح تقول للفيدراليه الجزائريه المسموع عليها؟ قلت انا اجي ان بو اون روتار، رانا اون روتار بزاف. راح تقول لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول تبقى لي في اطار الماتش. لماذا لم يلعب الماتش؟ لانه هذا القميص يخالف، هذا موضوع اخر، يعني صدير تقدر ترفع به دعوه قضائيه على القضيه، ولكن ما عندهاش امبليكاسيون سور لا لو ريزولتا. علاش لو ريزولتا انا ننظر نقول علاش ما تلعبش الماتش، نقول ما تلعبش الماتش لانه الاقمصه ما جاتش للملعب، لانه الجمارك الجزائريه اللي هو قرار سيادي لا دخل ليه. معناتها من هذا الباب انا نقول مهما كانت المآلات، مهما كانت النتائج تاع اتحاد العاصمه، اولا انه هذه القضيه اصبحت مطروحه على المستوى القاري والدولي. معناتها انه الفيفا والكوميتي اولمبيك انترناسيونال لا كونفيدراسيون افريكان كلهم ينظروا ماذا حدث، لان هذا ولا حدث عالمي تكلمت عليه كل القنوات الامور. معناتها هذه قضيه الصحراء الغربيه كانوا ينتظروا انهم يكون لها رواج اخر على اساس انها ملك للمغرب، فاذا به تطرح مثل ما هي تطرح اليوم قضيه غزه على المستوى العالمي. وهنا راح تكون الرساله اللي انا متفائل منها كثير، وسمعت انه الفيدراليه بعثت للكوميتي لا كوميسيون ديتيك دو لا فيفا وين تطرح فيه هذا المشكل. ثم انا ثقتي كبيره
لا كوميسيون ديتيك هي الكوميتي ديتيك هو اللي سقط بلاتير احمد وبلاتيني وكل ما حدث من تلاعبات على مستوى الكاف وعلى مستوى الفيفا وعلى مستوى اليوفا. كانت لا كوميسيون ديتيك دو لا فيفا لانها فعلا انديبوندونت وبامكانها اسقاط اي من كان له فكره التجبر او التسلط على الهيئه. نزيد حاجه بكوس من جمال. انا نظن انه اليوم حان الوقت خاصه الاتحادات المنضويه تحت لواء الاتحاد الافريقي لكره القدم. اليوم كل الاتحاديات هم شايفين هذه المهازل، 54 اتحاديه الموجوده شايفين كاع المهازل. انا نظن معلومه نقول لك مؤكده ولا مش مؤكده، في تحرك. نعم. في تحركات بلدان قليله في تحركات جماعه. في شوف معك. في تحرك بالو جماعه في تحركات انه كما يقول لك لابد من اسقاط هذا النظام الفاسد الموجود في الاتحاد الافريقي لكره القدم، بدليل انه لو تشوف مثلا على سبيل المثال نشوفوا مثلا اللقاء السابق اللي لعبوا نادي نهضة بركان في ربع النهائي، وشفنا الطريقه اللي تاهل بها بوسليم امام بوسليم الليبي. عيب وعار نادي مغربي يتاهل بالطريقه هذيك. وشفنا التحكيم كيفاش كان، انك يسمى تشوف انه مش يعني الحكم نقول لك اسماء الدوله قوس ياسين. وسعد تفضل جمال. الحكام في اخر لحظه تغيروا. عارف. لم يكونوا هم لانه كان فيه اثيوبي، ومن بعد اصبحت كل المجموعه مصريه. نعم. خلينا نشاركوا سعيد معنا في الحوار. سعيد، في مثل هكذا السيناريوهات عادي بالنسبه على الصعيد الرياضي انه نخسر اليوم اتحاد العاصمه، ممكن حتى تصل العقوبه من اجل ان تنتصر القضايا العادله بالنسبه للجزائر على الصعيد السياسي وايضا السيادي بالنسبه للجزائر. شوف، كاين جهه وين نتكلموا على الجانب السياسي والجانب السيادي للبلاد، واللي معروف على المخزن المغربي من 63. احنا نعرفوا التوجهات نتاعو. كل المشاكل اللي عرفتها الجزائر، كل المشاكل اللي عرفتها الجزائر من الجانب الاقتصادي او من الجانب الامني او من كل الجوانب عرفناها من المخزن. على كل حال، فوز اتحاد العاصمه السنه اللي فاتت في عقر دار الفريق المغربي واللي هو فريق المخزن الجيش الملكي، اعطاهم كيف يفكروا، ما جرعوهاش، واعطاهم كيفاش يفكروا، وجابوا فكر شيطاني. والفكر الشيطاني اليوم جابوه مع بركان، مع نادي بركان. اخترعوا هذه القصه هذه وهذه الحكايه. ولكن تبقى من نقول شويه اللي نعرفه في الجانب القانوني واللي عرفناه واللي سمعنا به واللي سالنا الناس عليه. اليوم لا كونفدراسيون افريكان في ورطه. الورطه وين؟ لو 21 افريل نزلت رساله من لا كونفدراسيون افريكان، من الكاف، تقول ان المباراه تلعب بالقميص اللي فيه الخريطه الوهميه. نعم. والفريق اتحاد العاصمه رفض، والشعب الجزائري رفض، وكلنا رفضنا انه نشاركوا في مباراه مثل هذه، يعني ومهزله مثل هذه. اليوم المباراه الثانيه، انت راك سالت قلت واش يقدر يصير. هذه المباراه الثانيه اتحاد العاصمه 100% ما راحش يلعب. اكيد هما متمسكين وتاكلين على الكونفدراسيون افريكان انهم تساندهم وتساعدهم وتمشي معهم، وإحنا متمسكين بالقانون. الورطه وين اللي حبيت نقول عليها؟ الورطه انه لازم يكون عندك سند قانوني بعد ما الكونفدراسيون افريكان تعطي المباراه الثانيه لبركان، لفريق بركان. اوكي. بعد عندك 10 ايام. في ال10 ايام اللي يخرج القرار، اتحاد العاصمه تحضر كل ما لديها من ادله قانونيه باش تراسل لوزان، تراسل الطاس. لما تراسل الطاس، بعد الطاس عندها في مده 3 أسابيع تعطي يعني لو فيرديك، تعطي القرار بما يخص المباراه. كما قال لك سي جمال، هنا المشكل وين؟ هل لا كونفدراسيون افريكان دو فوتبول لو 12 اعتقد يلعبوا لا فينال، هل تتلعب لا فينال لو 12 او تقول انه في ملف
عند الطاس اللي هي المحكمة الرياضية، راح توقف المباراة هذه وتنتظر لا ديسيزيون تاع هذه نقطة كان فيه طلب من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لكن قبل أن نعود إليها جمال بسعودان، صدر قرار من لجنة الطعون برفض الطعن المقدم من طرف اتحاد العاصمة الخاص بخسارة على البساط. اتحاد العاصمة طالب تبليغ نسخة من قرار مسبب حتى يتمكن من رفع الطعن أمام الطاس في لوزان في أجل 10 أيام، يعني حتى بالنسبة للكاف لم يعطيه القرار المسبب حتى يرفع الطعن. هنا ماذا على اتحاد العاصمة أن يقوم به في هذه الحالة؟ يقوم بالطعن على أساس المراسلة. أنت ما راسلتنيش ونقول لك أنا ليس لك السند القانوني. أنا نحب نفهم أنك تعطيني كما في أي محكمة يقول لك طبقا للمادة كذا للمادة كذا للمادة كذا لقد تقرر وكذا يحيث كما نقولوا الحيث. حنا هذا الأمر ما كان تكتفي أنت تكتفي بالقرار هذا، تكتفي وأنت عندك القوانين اللي تقول. أنا بالنسبة لي طونك حنا في منظور اتحاد العاصمة حنا جينا دخلنا للملعب باش نلعب ووفرنا لكم كل الشروط، جبنا لكم البيش كما تقول ستادير لي كونديسيون الماده اللي تتكلم على لي كونديسيون تاع الفريق اللي يستقبل فريق متوفره كامله الا حكايه القميص اللي مرتبط بالجمارك. انا وفرت لك كلش وجيت انت للملعب، جيت لك للملعب وامور هنا وقلت ما هو مطلوب الاتحاد العاصمة؟ ما هو المطلوب؟ فريق مضيف وفره. المهم الاتحادية حسب المعلومات اجتمعت معاهم وحاضر فيها سي شنوده كي ني با ان اوفيسيال، فهموا مليح، وفيها البصيري التونسي، واجتمعوا قال اسكو فيها امكانيه ان نقترح عليكم لا فيديراسيون اقترحت عليهم ان توني كي ريبون او نورم ستادير كاليتي تحافظ على المسموح. قال ايه حسب الفيدراليه وكما يقولوا والروايه على الراو. احنا هذا الشيء اللي سمعنا، على انه قبلوا كيسلموا لهم الالبسه، سلموا لها بوسط تسليم زائد مراسله طبقا للاتفاق الذي حصل على الساعه كذا وكذا باجتماع كذا. ها هو القش اللي مش بركان كان فيه تخبط، صدير تخبط انه سي بوسيبل كو يربحوكم، سي بوسيبل كذا، سي بوسيبل كذا، رفضوا بعد هما تركزوا على اللي كان يتكلم عليه وعلى كل حد يعرفه ممكن على الرسالتين اللي جات من الكاف. الاولى اللي تعطي الحق للبركان وتطلب من الفيدراليه التدخل على مستوى السلطات باش يدفعوا الحلس على الوسا، والثانيه عندما دارت لو ركور الفيدراليه زاد جاء تاكيد على اللاعب. الرساله الاولى مسينيه من عند طرف شنوده اللي كان حنا في الستاد ويقول اننا نوزافون توني اون كونفيرونس اون فيزيو كونفيرونس. هذا كله يا سي شوف اللي يهم الفيدراليه اليوم انا نقول فيها شطرين. الشطر الاول اللي راح تتكفل به ذكر اتحاد العاصمه على مستوى الطاس سي اون افير دو لوزمان كي كونسيرن لو ريزولتا دو ماتش. هذا لا سكوند ترونش اللي هي تابعه للفيدراليه فيما يخص هذا لاكارت. كومون ال فا اتر انتربريتي او نيفو دو تاس. وحنا اللي يهمنا انه هذه الخريطه تزال من كل الاقمصه. هذا الذي نريد نطلبه من الفيدراليه انها مهما انا قلت لكم نعاودها من مره ثانيه، مهما كانت المآلات ومهما كانت النتائج من لي ريزولتا تاع الماتش، هذا الموضوع اللي نضنا عليه ما لازمش يحبس حتى ينتهي. وطبعا هذه الخطوه بما انه تكلمنا على النقطه التي اثارها ايضا سعيد كداوي فيما يخص الخطوات التي قامت بها الاتحاديه الجزائريه لكره القدم على مستوى محكمه التحكيم الرياضي بلوزان. قال طلب الاتحاديه إحالة ملف القضية على قاض وحيد بغرض دراسته والفصل فيه. وخلال الحديث الذي دار بين رئيس الفاف ورئيس المحكمة الرياضية عند إيداع الملف، أشعر وليد صادي رئيس المحكمة بأن الطابع الاستعجالي من أبرز أولوية الفاف مثل ما كان يتحدث جمال بسعودان، مؤكدا لها أن عامل الوقت لا يختم الاتحادية على اعتبار أن الكاف
تصر على برمجة إياب دور نصف النهائي والدور النهائي من منافسة كأس الكونفدرالية رغم اعتراض الفاف على قمصان نهضة بركان وطعنها في قرار لجنة استئناف الكاف الذي أيد قرار لجنة المسابقات بتمكين نهضة بركان من ارتداء القميص. وأشارت رئيسة المحكمة رئيس الفاف بأن الطاس لا يمكنها إلزام الكاف بتجميد مسابقة كأس الكونفدرالية إلى غاية دراسة الملف لمجرد إيداع طعن من الفاف تفاديا للدخول في مشاكل مالية بسبب الطابع التجاري الذي يربط الممولين والتلفزيونات صاحبة حقوق البث مع الهيئة الكروية القارية، غير أنها أكدت في السياق أنه في حال إصدار قرار في صالح الفاف فإن الطاس لوزان سيلزم الكاف بإلغاء نتائج الدور نصف النهائي وربما حتى النهائي وإعادة اتحاد العاصمة إلى المسابقة من منطق أن شكوى الفاف تستند إلى مواد قانونية صريحة وبأن الكاف داست عليها وداست أيضا على حق اتحاد العاصمة. يعني اليوم سيناريو متواجد على مستوى محكمة التحكيم الرياضية، لكن ياسين طبعا مسألة وقت. اليوم رسميا إذا كان اتحاد العاصمة لن يدخل سيكون احتساب المباراة وكل السيناريوهات ستكون صالح نهضة بركان في انتظار أن يكون إنصاف من طرف محكمة التحكيم الرياضية. خالد، المحكمة الرياضية لا يمكنها لا تأجيل ولا تجميد ولا إلغاء. أوكي. هذو الثلاث حالات لا يمكن المحكمة الرياضية. بصح لو المحكمة الرياضية خالد قال مدت لو جاند كوس بور لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول، هنا الامور راح تتغير. وحنا كما قال جمال، شوف حاجه مؤكده، مهما كانت النتائج، مهما كان القرار اللي تتخذه المحكمه الرياضيه، اليوم الناس كامل في العالم هاي شافت كيقول لك واسمه القضيه. شوف احنا خالد، احنا في الجزائر اي نادي مغربي في أي رياضة كانت، كرة القدم وأي رياضة كانت، باش يلعبوا بالقميص هذاك، أنا نقول لك مستحيل 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 تلعب القميص. أنا الحاجة الثانية خالد اللي ما فهمتهاش أنه بعض البلاطوهات خالد اسمه في المغرب، حتى أنا كنا نشوف هذا بعض البلاطوهات، حتى هما خالد يقول لك احنا نلعبوا بالقميص اللي نحبه. ماشي مشكل، لعب القميص أنت اللي تحب، لعب في بلادك بالقميص أنت اللي تحبه. احنا هذا البلد ميم سا سي با بوسيبل. على دقيقه لا تلعب في بلادك باي دقيقه ما نلعبش معك طونك تلعب احنا الجزائر. انا واش نقصد انه احنا في المواجهات تاعنا، احنا المواجهات تاعنا في كل الرياضات، ها مثلا كرة اليد نسحبوا كرة اليد لما شافوا القميص فيه الخريطه مباشره واسمه انسحاب. هذا قرار. احنا كل القرارات اللي واسمه يقول لك التي تتخذ قرارات مدروسه من عند ناس مختصين. احنا اليوم مهما كانت النتائج، احنا اليوم رانا كما يقول لك نرفض رفضا باتا ان معناها نلعب نواجه او نتنافس مع اي نادي مغربي في كل الرياضات اللي يقول لك اللي عنده هذيك الخريطه. لا مش باش نكونوا واضحين، نحن اللي نؤسس لا كوميونيتي دي سبور اللي طالعه من الفيدراليات لي اف اي، لي فيدراسيون انترناسيونال، فيها لي كوميتي اولمبيك ناسيونو، فيها متلمين اكل في السي او اي باش نكونوا امور. والطاس اونتر بارونتيز اي تيكري بار لو. صح جمال، خليني نزيد لك هذه برك. انا نطرح لك سؤال ليك انت، لماذا الجامعه المغربيه لكره القدم في كاس العالم الاخيره 2022 علاش ما لعبوش بالقميص هذاك؟ كاين واحد تسهيله صح موجوده، انه الفرق الوطنيه، الفرق اللي تلعب تحت الفيفا، تحت غطاء الفيفا صح، عندها قانون خاص ودير استثناءات للفرق اللي تلعب في القارات. الاستثناءات انا نعرف بعدها ويصعب شرحها علاش عالميا. يقدر يكون انت في القاره ما تقدرش دوكا مثلا روسيا تمنحها انها ما ديرش سبور، سوني با بوسيبل، ولكن تقدر تمنحها انها ما تلعبش في دوره عالميه. علاش نقول لك على هذا الكلام؟ هما هذه نهضه بركان
والكونفدراليه الافريقيه راحت راهي رايحه في هذا الباب، ولكن الاستثناء اللي تعطيه لك للتسهيل انك اذا عندكم ثقافه في المنطقه اي حاجه تقدروا كما يقولوا تروجون لها من المحبه والاخوه بما لا يتعارض اساسا مع الاساسيات، مع قوانين في فوق تاع اللجنه الاولمبيه. لا الكوميتي الاولمبيك اللي يقول يمنع الترويج للسياسه والدين والعرق المساس. هذو اساسيات، يعني هذه ماده هذه لا تتغير. انا كي نعطيك الاستثناء هو مش نعطيك الاستثناء باش تدير ضد المسموح. وهنا هو البات القصيد، وانت الشيء اللي كنت تذكر فيه على قضيه الكونفدراليه والرد تاع الطاس، وكما قال لك سي حكيم لانه اليوم انت كي تقرا المرافعه الفيدراليه الجزائريه راهي كونتر لا كوميسيون دو كومبيتيسيون اللي فاليدات لهذا التريكو، والكوميتي هذه لا كوميسيون دو كومبيتيسيون تابعه للكاف. معناتها الطاس راهي راح تشارع الكاف وراح تقول لها مثلا علاش اعترفتي بهذا القميص المنافي، ما تقدرش تبعث لهم. هنا يبدا اللي قلت لك، تبدا لونكيت وتطول. انا مستبعد جدا هذه الفقرات الاخيره اللي قالها تاع رئيس الطاس. وعندنا كاينه قضيه صارت بين فريق من كمبوديا اللي بعد وقت، ولكن في نفس الموضوع رجعت له الطاس حقوقه، ولكن ليس بتاتا في نفس الاطار في نفس الاطار. شوف عمره ولا يكون نفس الاطار، وعمره ولا يكون الشيء اللي راه دايره المغرب اليوم بالنسبه للرياضه الجزائريه. اللي نتكلم غير الرياضه برك، القانون نخرجوا عن الاطار القانوني، نتكلموا كلام اللي واضح لكل الجزائريين انه جاوا المغاربه دخلوا للجزائر استقبلوهم، كان فيه حفوه استقبال اخوه كشعب كرياضه ونا شفنا الكل. وشفنا اتحاد العاصمه لما انتقل وراح دخل الوجده، وشفنا بعض المناصرين نتاع فريق بركان، وانا نستبعد يكونوا مناصرين نتاع بركان، يكونوا ناس جابهم جماعه المخزن. الشعارات اللي كانوا يطلقوها على فريق اتحاد العاصمه شعارات سياسيه باش ينحيوا التركيز ممكن من عند اللاعبين تاع يخوفوهم او قله التركيز او يعني باش يدخلوهم في يخرجوهم كومبليتوم. اسمح لي حاجه مستعبه، حاجه مستعبه رانا نتكلموا وكأن الامور عاديه. احنا شوف لا كيسيون كيف بوزي اليوم السؤال. عندنا الرياضات، كل الرياضات، عندنا الفوتبول، عندنا الجودو، عندنا الكاراتيه، عندنا الطاسيون، عندنا كذا، ومستقبلا راح نلعبوا مع الفرق المغربيه. اوكي، اذا كان كل مره داخلين بتريكون تاع اللي فيه الخريطه الوهميه، كيف الحل؟ يفو اليوم الحل لازم يكون اليوم. احنا شوف كيلكو سوا لا ديسيزيون سي لو فو كاسكو الفوتبول كاسكو ان ماتش تخسر ليسما وما نلعبوش عامين، ولكن كرامتنا تبقى في مكانها. ما يعبسوش علينا من 75 وإحنا في هذا المشكل معاهم. شفنا كل الويلات والحمد لله كل مرة خرجنا منتصرين. مش اليوم اللي لازم يتغلبوا علينا. طبعا يلعب بأي تريكو اللي يحب يلعب بالخريطة الوهمية، ما نلعبش معاك. في الجزائر خارج الجزائر ما نلعبش معاك. أنت كفريق اليوم أنت ما تعرفش بالجمهورية العربية الصحراوية، أنت كيان أنت ما تعرفش بيك وما نلعبش معاك وماكش موجود. هذا هو سي لونغاج كي يفو. باسكو الناس هادو ما تخدمش معاهم بالقانون، لأن تربوا على الخبث، على العمليات الشيطانية. جايبين عدو الإسلام، عدو العرب، عدو الإنسانية، عدو البشرية، جايبينه لبلاده ويعطيهم في إرشادات. واليوم أول الإرشادات اللي يقدر يعطيهم تحطيم الجزائر. وتحطيم الجزائر باش بداوها بالرياضة وتمشي فقط. دونك الفو اريتي. مراسل البين سبور يقول خالد: مباراة بركان المغربي واتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد لا تقام في موعدها. معناها خالد هذا اللي ديتونتور مع هذا المالك الحصري لهذا واسمه المقابلة، يعني يقول يعني
بنسبة كبيرة أنه بنسبة كبيرة راح اللقاء لن يلعب في وقته. مشاهدينا الأفاضل توجه إلى فاصل قصير ثم نواصل فيه النقاش، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الافاضل في الجزء الثاني من برنامجكم العدد الخاص من برنامجكم كرة تورك. طبعا مثل ما كان قبل الفاصل حسب مصادر المالك الحصري لهذه المسابقة تحدث بأن المباراة بنسبة كبيرة لن تلعب مثل ما كنا نتحدث قبل الفاصل بسبب عدم دخول فريق اتحاد العاصمة إلى أرضية الميدان. حتى بالنسبة لاكتشاف أرضية الميدان رفض فريق اتحاد العاصمة، وهذا بحجة أنه طبعا القميص المنافس نهضة بركان الذي يحمل الخريطة الوهمية. طبعا هذه الممارسة تبقى، والاتحاد العاصمة متمسك بقراره ومثل ما كان عليه الحال هنا في الجزائر. طبعا هنا نتكلم على السيناريو المتوقع. يصير معلومي إذا كنا في هذه الحالة اتحاد العاصمة خلص رسميا قراره لن يلعب هذه المباراة. اليوم قرارات أخرى كما كان يقول سعيد وإحنا في الفاصل مستعدين نخسروا رياضيا، مستعدين نخسروا في كل الرياضات، والآن نعود إلى مبادئ الجزائر مثل ما كانت عليه 3 لاءات مع العدو الإسرائيلي، لا للاعتراف لا للتعامل ولا لحتى التنافس، وهذا ما كان في العديد من الرياضات. هذا أيضا إذا كنا نخسر رياضيا أي نعم، لكن حتى بالنسبة للمنافس هو سيشعر بالاحتقار لأنه تحمل خريطة وهمية لبلد مستعمر. أنا لن أعترف بك، وهنا تشعر أنت بالاحتقار حتى وإن فزت على الصعيد الرياضي، لكن على الصعيد السياسي ومبدأ الشرفاء أنك تخسر حقيقة. خالد نتمنى بك راح نقول كلمة بصح ما تضحكش عليا. أنا لما دخلت لما بديت نقرأ في الابتدائي كانوا يقولوا لنا نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. احنا لما كنا صغار ربما كنا صغار ربما ما نعرفوش معنى المغزى من هذا واسمه المقولة. اليوم واسمه خالد، اليوم هذه القضية خالد خلاص احنا تبنينا. احنا كاين قضيتين الجزائر وكل الجزائريين متبنيينهم. اولا القضية الفلسطينية هذه ما نهضروش عليها، واليوم هذه القضية اسمه خالد. اليوم هذه القضية اليوم واش قال سعيد؟ قال انه خلاص انا باش نواجه في اي منافسة وفي اي رياضة نواجه كل الاتحادية وكل الرياضات حتى مع الجانب المغربي. ما عندناش احنا مشكل انك واش نواجههم، ولكن باش نواجهك بالقميص هذاك لا والف لا. نعم. يعني كل القرارات خالد، كل القرارات في كل الاتحاديات. اليوم اتحادية كرة القدم عندها واسمه 3 أيام، اتحادية كرة اليد اليوم اي منافسه يكون في هذاك القميص انا ما نلعبش خالد. طبعا وهذا مبدا. انا جبل سعدان اقف معك عند نقطه مهمه. اليوم اذا كنا في هذه النقطه ومثل ما كان في مواقع التواصل الاجتماعي هناك من يريد ان يجعل من القضيه شخصنه جزائريه مغربيه، لكن الجزائر اليوم احنا بشعارنا أن الجزائر مع القضايا العادلة. هنا على الجزائر أيضا أن تشتغل الدبلوماسية الرياضية، لأنه هذا الأمر لا يهم الجزائر مع المغرب في حال هذه الخريطة الوهمية، لأنه المغاربة الكثير منهم خاصة في الضباب الإلكتروني يقول لك وكأنه هذه الخريطة تحمل جزء من الجزائر، لهذا وكأنه يقول لك بمبدأ تخطي راسي وأمر ما يعنيكمش، علاش دخلوا روحتكم أنتم في هذه النقطة. وهذا هو الخطأ بالذات، وكأنه الجزائر أنها هي الجزائر الكثير، وأنا نتمنى من شبابنا أنه يطالع في الموضوع. الكثير يظن أنهم يتهمون باطلا، يتهمون بومدين على أساس أنه من اخترع الموضوع ببساطة في 75 مات فرانكو إسبانيا قررت أنها تنسحب من الصحراء الغربية. عيطت باش تخلق مشكل، عيطت للرباط، عيطت للمغرب، وعيطت لموريتانيا، وقسمت لهم الصحراء اللي كانوا مسمو صحراويين صاروا لأنهم كانوا ضد إسبان. أسمعك فقط نذهب ليرفع على مسامعنا أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لعاصمة الجزائر ومجاورها من مدة، فنصت وإياكم لصوت الحق. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. جمال سعدان كنا توقفنا عند نقطة مهمة فيما يخص حيثيات هذه القضية، لأنه ليست شخصنة جزائرية مغربية. ليست شخصنة، للجزائر مواقفها ثابتة أنها ليست لها أطماع توسعية في الجنوب الغربي. واضح. المشكل مطروح على مستوى هيئة الأمم المتحدة وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي. أنا كي قلت توتالير باللي الجزائر لو شاءت في عهد بومدين أنها يكون لها طرف
كون راحت حضرت في مدريد للقسمه ودات قسمتها وجات يكون عندنا مخرج على المحيط الاطلسي. لا من بعدين يعني باش نربط القوس. هذا تعلم يا سي خالد انه السعوديه في عهد الملك فهد رحمه الله عليه انه اقترح على الجزائر بموافقه المغرب انه يعطينا منفذ للمحيط عرضه 30 كيلومتر، وقال السعوديه تتبنى على نفقاتها تبني لو بون اللي جواني لي دو تيريتوار مسمو، وحنا عندنا كذا منين. قالت وبصريح العباره الجزائر ليست لي اطماع. اليوم تقول لي انت نزيدك حجم رجوع المغرب في عهد محمد السادس للاتحاد الافريقي. هل تعلم يا سي خالد انه كان مشروط، والشرط الاساسي هو الاحترام بالصحراء الغربيه، يعني كريبوبليك. وكي تروح للظاهر المغربي، الظاهر اللي مسني فيه الملك اللي هو عباره عن دستور، ماده من المواد انه فيه الدول المعترف بها في الاتحاد الافريقي المؤسس. تلقى في 39 ريبوبليك الجيريان ديمقراطيك عرب صحراوي ديمقراطيك، معناتها الملك معترف. ويقول بصريح العباره في الماده 4 من هذا الظاهر، في الماده 4 تاعو يقول نعترف، لانه هذا قانون تاع الاتحاد الافريقي، نعترف بالحدود المتروكه من طرف الاستعمار. اي دوله خرج منها الاستعمار يعترفوا بها الدول. احنا الجزائر لم تخترع شيء وليست لها اطماع ولا. اليوم انت حبيت تفبركي لي هذا الموضوع. اليوم عالميا المشكله راهي مطروحه على الهيئات القانونيه على مستوى الطاس، وان شاء الله راهي على مستوى لو كوميتي دو ليتيك. اون فيني، لازم ننتهي من هذا الموضوع. علاش نقول ننتهي لهذا الموضوع؟ قال لك الجزائر هي من ادخلت السياسه في مسموه بعد حجزها للقميص. لا، الجزائر لم تخلق السياسه، وانما انت من اردت انك تحجز بلد، مش راح تدي ارض تاع تيريتوار تاع ناس، اغتصاب ارض مش ارضك. احنا الجزائر اليوم انا قلت لك نزيد نرجع، مهما كانت المآلات ومهما كانت الامور، ولكن ناخذ بعين الاعتبار احنا على كل حال الصدمه اللي راه فيها المناصر تاع اتحاد العاصمه والصدمه اللي راهي فيها اتحاد العاصمه. وانا نتمنى من الدوله الجزائريه كفاء باش يكافيهم على كل حال على هذه التضحيه، لانهم راح يضحيوا ما يلعبوش، صحيح، راح يضحيوا من اجل قضايا عادله، من اجل قضايا تاع الجزائر. نتمنى، وهذا طلبي لعله من رئيس الجمهوريه، ان شاء الله يعطي الليج ماستاد ولما نيلسون مانديلا او 5 جوي كفاءه من التضحيه هذه. طبعا حتى في، اسمح لي كلمه واحده برك. نظن والله العظيم رانا في الشارع، وكنا رانا في الشارع في وسط الجماهير في القضيه هذه. اتحاد العاصمه ما عندهاش والله غير متفاهمين، وما عندهم حتى مشكل مع هاد ليليميناسيون ولا الطاس ولا اللي داروه الفريق بركان. سياده الوطن ولا فيرتي دو بيي وكرامه الوطن فوق كل اعتبار، والجزائر فوق كل اعتبار يفهمها اتحاد العاصمه ويفهمها الشعب الجزائري، وفهمنا كلهم انه لما تكون قضيه مثل هذه الشعب الجزائري يتوحد ويمشي في كلمه واحده، وهذه هي ما عندناش مشكله. انا كنت في سوسطة هذا الاسبوع خالد، وش هو يقول سعيد؟ هذا هو انصار اتحاد العاصمه، وش هم يقولوا خالد بعيدا عنك خالد؟ انا الانصار قالوا لي يعني تاع اتحاد العاصمه انه كاس افريقيا ديناها الموسم الماضي، السوبر الافريقي ديناه الموسم الموسم الماضي، لما الدوله الجزائريه يعني اتخذت قرار يعني بمنع يعني نادي نهضه المغربي باش يلعب هذاك القميص، كل انصار اتحاد العاصمه مع هذا القرار. لانه ياسين انصار اتحاد العاصمه والشعب الجزائري في صغرهم تجرعوا جرعه الشرفاء والرجال والمبادئ اللي استلهموها من ديننا. الا يستلهون مكافاه؟ يستحقوا مكافاه. خلينا فقط نذكر ياسين ذكر فقط انه اتحاد العاصمه مثل ما قلنا منذ لحظات انه لم يتفقد ارضيه ملعب نهضه بركان، واتحاد العاصمه لاعبوه لم يجروا عمليه الاحماءات، واتحاد العاصمه لن يبدا اللقاء بسبب تواجد خريطه الوهميه على قميص نهضه بركان، ونفس السيناريو الذي قام به نهضه بركان في لقاء الذهاب يقوم به اتحاد العاصمه في لقاء الاياب. لكن شتان بين الموقفين، موقف بخريطه وهميه يريد منتخب او نادي نهضه بركان ان ياخذ بلد على القميص، واتحاد العاصمه بمبدا الشرفاء التي نستلهمها دائما
من ديننا ومبادئ ثورتنا نقف دائما مع القضايا العادلة. هكذا هو شعب الجزائر، وهكذا هي الحكومة الجزائرية، وهكذا دائما موقفنا الذي نعتز به ونفتخر به في كل المحطات. ودائما نفتخر لما تدرس تاريخك والله تفتخر بصراحة كجزائري نفتخر. وهي اسم هذه القضية هي وصمة عار عند الاتحاد الافريقي لكرة القدم ورئيسه موتسيبي كل اعضاء تاوعو. انا نحس خالد يعني انا نتبعوا الاتحاد الافريقي هذا منذ عدد، نقول لك ربما عندي 20 سنه وانا نتبع في الاتحاد الافريقي لكرة القدم. ما شفتش يعني اكبر مهزله كما هذه، انك اليوم هذا الاتحاد الافريقي يدوس امام الناس كاع على القوانين توعو. اليوم امام العالم كاع مش اليوم مش قضيه واسمه صغيره. شفنا خالد انه حتى التاهل تاعهم اللي فات واسمه نهضه بركان واسمه شفناه اليوم. حتى انصار اتحاد العاصمه قال لك لو يعني النادي الليبي صبر دقيقه ما كانش راح يكون واسمه هذا المشكل. اليوم خالد مهما كانت النتائج، إقصاء اتحاد العاصمة، عدم المشاركة في النهائي، المحكمة يعني تمدلك الحق ولا تمدلك واسمه هذا الحق، احنا رانا مع القرار المتخذ من طرف الدولة الجزائرية. وطبعا دائما مثل ما كنا نقول في الحصة السابقة، الحياة مواقف والتاريخ يسجل. هذا اللي خلينا دائما سعيد كناوي انه نفتخر كما كنت نقول منذ لحظات انه هذه المحطات ممكن نخسر رياضيا وممكن نفوز، لكن التاريخ يكتب انه الجزائر في لحظات صعبة وحانكة وقفت مع القضية الصحراوية اخر مستعمرة في العالم اللي والجزائر ما تقوم بها على مستوى الامم المتحدة ومواقفها ودائما مرافعتها من أجل إعلاء كلمة الحق ومع القضية الفلسطينية وغزة التي تستباد من طرف الكيان الصهيوني. هذه المرة قضية هذه والله تعتبر قضية عادية يعني بالنسبة لا تسمن ولا تغني من جوع. والله غير بعيد عن القضية، بعيد عن الرياضة، بعيد على كل شيء. تعرف باللي كل جيل عنده ثقافته. احنا جيل كبرنا في الستينات، نقراو في الستينات، علمونا والدينا، كانوا مجاهدين، عندنا شهداء، عندنا كذا في كل العائلات الجزائرية. علمونا باللي احنا أبطال، علمونا باللي جدود أبائكم كانوا أبطال. احنا خرجنا أكبر كيفاش نقول له ثورة في العالم، تروازيام بلو غروند ريفوليسيون في الدرني سيكل. يعني ربونا واحد العزة، ربوا فينا واحد الكرامة. كنا نقولوا الجيران عطاوهم الاستقلال في 56، احنا جبناه الاستقلال. ما كانش اللي ما ضيعش واحد من الاهل نتاعو. انا ما عنديش عم وما عنديش خال والوالد مجاهد وكلكم ممكن عنده في هذه الامور. ربونا على هذا الشيء. دونك احنا ما نقدروش نفهموا لو كانت الدوله نتاعنا دارت العكس، ما نقدروش نفهموها. انا نطلب من الجيل الحالي انه يبقى في نفس العزه وفي نفس الكرامه. انتم اولاد، انتم احفاد مجاهدين، احفاد شهداء. عزتنا وكرامتنا في بلادنا، في قراراتنا، كل سوا المشاكل اللي ممكن تكون عندنا موجودة. ولكن لما يتعلق الأمر بوحدة الجزائر وبكلمة الجزائر، لأن شفنا احنا في لحقنا شوية بالستينات، لحقنا في العشرية السوداء، عشناها وعشنا الويلات، نعرفوا بالله أمن كارثة. دونك نحافظوا على البلد هذه، نحافظوا حتى على ولو نغلطوا، ولكن تبقى بيناتنا حتى الغلطة هذيك نتحملوها مع بعض. ورسالة لمن يدعي بأن القضية لا تهم الجزائر وكأنه هو شبر من الجزائر، ليكن في علم الجميع أنه إذا كانت هذه القضية تتعلق بقضية عادلة، الجزائر اللي كنا نقول أن جرعت من مبدأ الشرفاء والرجال بهذه القضية. لو كان الأمر يتعلق بالحدود الجزائر أرض الجزائر، هنا سيناريو آخر. هنا مازال ما يعرفوش الجزائريين سي جمال مسعود، لأنه هذه مواقفنا مع القضايا العادلة. لما يتعلق الأمر بالجزائر لا ونذكر مواقفنا مع المغرب. هل تعلم يا أخي خالد لماذا تقرر الزحف القسنطيني، الشمال القسنطيني 20 أوت 55 تحت قيادة المرحوم الشهيد زيغود يوسف؟ تعرف لمن يرمز التاريخ؟ اكتب يا تاريخ، اكتب يا تاريخ. يرمز تاريخ 20 أوت 55 هي 20 أوت سي لا دات دو ديبوزيسيون تاع محمد الخامس. صح. نحاوه وجابوا ملك واحد اخر يسميوه بوعرفه، حطوه ملك المغرب خلافا لمحمد الخامس. محمد الخامس اللي كان عنده مواقف شريفه وشريفه جدا بكل ساعه. الجزائر
ثورة الجزائر دارت لو 20 اوت وربطت معيه حتى قامت الثورة وكملت حتى نرجع محمد الخامس معززا مكرما للعرش تاعو، واستعرف للجزائريين ووقف مع الجزائريين حتى ما بين قوسين حدث في 56 اختطاف الطائرة اللي كان فيها القادة الخمسة اللي فيها بوضياف وخيدر وكري مش كريم بن حسين أيت حمد بوضياف وبن بلة. كان مسافر معاهم الحسن الثاني لم يسافر معهم. انا حبيت نقول حاجه برك لكن لا كان جزئيه مهمه كما قال حسين هيكل انه اعتقد انه الوشايه كانت مغربيه. لا المغربيه في قضيه اختطاف طائره. لا اختطاف بيان سور، ولكن 73 كانت فيها وشايه ايضا انه العرب يستعدون لمهاجمة إسرائيل. أيضا احنا حبينا نقولوا حاجة في ذلك أخواننا المغاربة أشقنا المغاربة اللي نعرف أنهم تحت الشعب بيان سور الشعب المغربي، وشعب عندنا جزائريين ماتوا في المغرب وكاين مغاربة ماتوا في الجزائر دماءهم مواسية مع دمائنا. أنا حبيت نقول لهم تو سامبلومون الألجيري والله تاريخيا بحثت والله يا سي خالد ما ظلمناهم يوم ولا حتى في 63 الزحف تاع 63 بما سمي حرب الرمال. يا اخي انا شوف التاريخ 63 هجم علينا المغرب، كنا احنا تقريبا ما بين قوسين في حرب اهليه هنا اجتمعنا الجماعه الجزائر تلموا وهبطوا للصلاه. خالد وبها نختم. شوف 80 جنسيه في البلاد وين كنت عايش 80 جنسيه. صدقوني والله العظيم اقرب الناس لينا احنا الجزائريين هم المغاربه. نتفاهموا مش عارف يعني فيلينج كشعب مغربي. لا شوف كاين واحد يحفيني كيفاش نقولوا يعني تقارب ديزافينيتي معاهم متقاربين كشعب واحد. ولكن المخزن ما عرفنا كما قال لك اخ جمال ما عرفنا منه الا الويلات، وكل ان شاء الله ننتصر وسننتصر كل سوا لو بري. سننتصر باذن الله. اباده بما يحصل العالم اليوم يتعاذر الجامعات العالميه كلها تنهار. نخلوا شويه حديث على 9:15 نعودوا للبلاطو تاع هو باقي يعني ما يندش حتى خلينا شويه 9 مش الحياه مواقف والتاريخ يسجل، هكذا هو شعارنا دائما. يعطيك الصحه سي جمال مسعودان. سي سعيد اسكنداوي شكرا جزيلا لك. يصير معلومه يعطيك الصحه. زهير مسكيك دا هذا عنده واحد الوكاله سياحيه. لا قال لي حاجه خالد، قال لي حبيت ننظم رحله سياحيه. اسمع قال لي حبيت ننظم رحله سياسيه ثويه للصحراء الغربيه. تحيه الجزائر وتحيه الصحراء الغربيه وتحيه القضايا العادله. مشاهدينا الافاضل بلاطو كره توك يعود اليكم بعد نشرة الأخبار الرئيسة لقناة الشروق الإخبارية على 9:15 بإذن الله. اتحاد العاصمة بمبدأ الرجال والشرفاء لم يدخل إلى أرضية الميدان نصرة للقضايا العادلة، هكذا أرادتها اتحاد العاصمة وأرادتها أيضا الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري، وهي المواقف التي دائما نعتز ونفتخر بها نحن كجزائريون ولكل شرفاء في هذا العالم. إلى اللقاء.